طب انا كبير ولا صغير؟ انا عايز حد يقول لي كده، يعني السن اللي ما بين ال 30 ولسه ال 35 40، يعني معانا الناس دي برضو. الناس دي بتعاني، قاعد عادي جدا وانت خارج من مرحله العشرينات وانت شايف ان انت لسه الشاب الكيوت، لسه صغير، يعني مفيش بقى مسؤوليات ومفيش الدنيا الكبيره اللي فوق دماغك، وعادي والحياه ماشيه، عايش حياتك مقضيها. وفجاه تلاقي نفسك اتحطيت في مسؤوليات وبيت، التزامات وبامبرز، الواد كبر، ومدرسه، وانت لسه لحد دلوقتي بتعاني من انك لسه صغير. بس في نفس الوقت انا مش صغير، انا مش كبير. يعني عارف اللي هو ده في ايرور في دماغك. طب انا دلوقتي اتعامل ازاي؟ يعني انا خارج مثلا من العشرينات وفي اوائل الثلاثينات، فتره اللي هي من اوائل الثلاثينات لاواخر الثلاثينات او اوائل الاربعينات دي، انت كل الفتره دي حاسس ان انت ما كبرتش، انت لسه جواك الطفل اللي كان بيلعب من كام سنه. في نفس الوقت يعني مقضي حياتك كشاب، شاب بتخرج وبتيجي يعني بتعمل كل حاجه في مرحله الشباب. بس في نفس الوقت انا مش صغير. اللي هو انا مثلا لو قابلت حد بره، اللي هو تحس ان هو شاب كبير، يعني شاب مثلا في ثانوي لسه في اول الجامعه، تلاقيه قاعد جنبك بيقول لك يا عمو. عمو مين يالا؟ عمو مين؟ انا السنه اللي فاتت كنت لسه بلعب معاك في الشارع. عمو مين انت؟ فجاه كده بقيت عمو؟ ولا مثلا بنت يعني انا شايفها بنت كبيره، يعني انا شايفها انسه حتى لو هي مش كبيره قوي، بس هي كبيره. تقول لك بعد اذنك يا عم. مين انت؟ قصدك مين يا ماما؟ انا عادل. عمو مين؟ قلت لك حضرتك معتبرها مثلا احترام، يعني ده لو هو احترام انا مقدرك، بس الاحترام زاد عن اللازم لان انا لسه يا ماما، لسه مش ما بيضتش مثلا وبقيت قال لي عمو حضرتك. انا لسه صغير، انتوا فين انتوا؟ انا لسه من كام سنه كنت بلعب بلاي ستيشن، ومن كام سنه ليه انا لسه كنت بلعب قريب قوي. من 30 ل 40 دي تبقى انت قاعد مش عارف انت فين. عارف اللي هو انا عايز اخش مرحله الكبار بس انا لسه صغير تافه. في نفس الوقت انا مش صغير اللي هي التفاهه اللي تخليني زي زمان، لا انا في مسؤوليات عليا وبدات اكبر، وبدات مثلا اروح لحته اللي هو ايه، محتاج انزل شغلي، محتاج اشتغل واركز في شغلي كويس، محتاج ابني مستقبلي، محتاج ابدا اهتم بقى باسرتي. وفجاه تلاقي نفسك بتهتم بعيلتك والاعباء دي بتتحط حواليك وانت لسه زي ما انت صغير، وكل ده لسه محطوط فوق دماغك وانت من جواك مش حاسس انك كبرت. عارف اللي هو مش عارف اطلع من مرحله ان انا كنت من كام سنه، ده انا كنت زي الفل، ده انا كانت صورتي هتتحط على الجنيه قريب، ما انا صغير، انا مش كبير. والناس لسه معتبراك برضو انك كبير، وفي ناس تانية معتبراك صغير وبتعاملك على انك صغير. واللي بيعاملك على انك كبير ده بيبدا يديك مسؤوليات. تلاقي مثلا مديرك في الشغل جاي بيقول لك بص احنا مطلوب منك 1 2 3 4، وبعد 3 4 هتعمل 5 و6 و7 و8. ثانيه واحده بس، ثانيه اهدى عليا كده، الله يبارك لك، اهدى. انا ما اتحطيتش انا في الموقف ده فجاه. ما تقوليش انك بقيت انت مدير وانا بقيت شغال وانا عليا تاسكات ولازم اعملها انا هايف على فكره. انت لو جيت تبص لي بس بنظره اللي انا كنت باصص فيها لنفسي من كام سنه هتلاقيني هايف، ما بعملش الكلام ده خالص. ولا تيجي تلاقي مثلا اهلك اعتبروك كبرت وبيقولوا لك لا انت بقى لازم تشيل مسؤوليتك ومسؤوليتنا ومسؤوليه الجيران ومسؤوليه عم محمد البواب. لا اهدى بس. ايه ده؟ انا اشيل مسؤوليه مين؟ ده كله بشيل مسؤوليه نفسي بالعافيه. انتوا ليه حطيتوني في حته مش بتاع الزون ده؟ مش بتاعي. انتوا دخلتوني في حته غريبه فجاه. انا لسه ما كبرتش يا جماعه، انا لسه صغير. واللي بيقولوا لك عمو وطنط دول لازم يعرفوا انه في حاجه غلط في الموضوع. بعد سنتين هيتقال لك عمو او طنط. متخيل انت عندك 17 18 سنه فجاه تلاقي نفسك عندك حاجه و30 وساعتها هيتقال لك عمو وطنط؟ انت متخيل انك يتقال لك عمو وطنط وانت 30؟ ليه؟ انا عايز بقى الكومنتات من الناس اللي بتعاني من نفس المشكله وحاسه نفسها لسه ما كبرتش ومش صغيره ومحطوطه في الحته دي ومحشوره فيها ومش عارفه تخرج منها. فقولوا لي في الكومنتات، هل انا لوحدي ولا انتوا كمان معايا في الموضوع ده؟